وانا باكلها بسترجع الذكريات الحلوه بصراحه. الجبنه الرومي كمان بتديها اضافه حلوه وطعم مختلف. دي الكذبه البورسعيدي بكل تفاصيلها. النهارده هقول لكم طريقتها وازاي تعمليها بكل سهوله. طبعا دي من التراث البورسعيدي، وكذا محافظه كمان، دمياط، ومش عايزه اكون قصرت في المحافظات اللي بتعملها، بس طعمها في منتهى الروعه، ليها ذكريات حلوه قوي عندي، اتمنى تجربوها. يلا بينا نشوف الطريقه، يلا معايا. طبعا المكون الرئيسي للكسبة الطحينة، ومش أي طحينة، لازم تكون طحينة سمراء اللي هي بتتعمل من السمسم الأسمر المحمص. طبعا طريقتها إن شاء الله هحطها لكم في التعليقات، طريقة الطحينة عموما سواء بالطحينة السمراء أو الطحينة العادية، هحطها لكم في التعليقات، أو تخشوا على صفحتي على الفيس أو اليوتيوب هتلاقوها. هنا بحط الكمية اللي انت تحبيها، سواء انت مثلا نص كوباية أو كوباية على حسب الكمية، وميه. هي كل اللي انت عايزاه طحينه سمراء وميه سخنه، يعني ميه سخنه بتغلي، وبتحطي حبه حبه كده وتقلبيها، تفضلي تقلبي فيها لغايه ما يطلع معاكي الزيت السمسم اللي في قلب الطحينه. حبه حبه كده، وميه تكون سخنه. بحط حبه حبه وافضل اقلب فيها لغايه ما تحسي ان الزيت بدأ يطلع. كل ما تضربي فيها كل ما تبدأ تتجمع، والزيت يبدأ يتجمع فوق الوش. بتحطي حبة مية صغيرين، كل ما يعني كل حبة كده، كل ضربة ضربتين بتحطي حبة مية صغيرين، يعني حوالي معلقة. تفضلي تحطي المية لغاية ما تلاحظي ان هي بدأت تتجمع معاكي والزيت بدأ يطلع منها. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بدأ هو الزيت يطلع، وهي بدأت زي كأنها تقطع كده، زي مثلا القشطة لما تيجي تضربيها وتبدأ تقطع وتطلع المية منها. بتحطي حبة كده، حبة مية سخنين وتقلبي، تفضلي تقلبي برضو اهو بدأ الزيت يطلع. شايفين؟ ملاحظين ان الزيت بدأ يطلع منها كده. بتكون بدأت تبقى الكذبة اللي احنا عارفينها. افضل اضرب لغايه ما الزيت كمان يطلع من الطحينه، وتتجمع الطحينه معايا، وكده بتكون شايفين الزيت موجود اهو فوق الوش. ببدا بقى ايه، احطها في برطمان، احطها في علبه، واحفظها في التلاجة. بتقعد فتره لان الزيت بيحفظها. اهو شايفين الزيت بدأ يتجمع فوق الوش، وكده الكذبة بتكون اخر تمام وجاهزة للأكل. دي طبعا الكذبة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الزيت اللي فوق ده زيت سمسم. لما بنعمله بيطلع فوق كده، وممكن تحفظيها كده في برطمان تقعد اسبوع معاكي في الثلاجة، ما يحصلهاش اي حاجة، ممكن اكتر كمان لان الزيت حافظها. جميلة جدا. وزي ما انتم شايفين كده الكذبة البورسعيدي. طبعا الكذبه البورسعيدي ليها ذكريات حلوه قوي عندي. وخصوصا بابا كان زمان، الله يرحمه ويغفر له يا رب، كان في خدمه في بورسعيد في القوات المسلحه، فكان دايما دايما يجيب لنا منها، ويحب جدا جدا ياكلها بالجبنه التركي او الرومي. طبعا كنا دايما بنحبها معاه، نقعد كده حواليه ونقعدوا ناكلوا منها. كان طعمها بيبقى جميل جدا جنب الجبنه التركي. انا لما بعملها ما بحطش فيها ملح، ممكن انت تحطي ملح مثلا يعني نص معلقه، بتبقى حادقه شويه، بس في ناس بتحبها حادقه، في ناس لا، انا بحبها ما تكونش حادقه خالص، يعني انا ما بحبش احط لها ملح خالص، باخد الملح كله من الجبنه التركي او الرومي. طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي بتكون شكلها اهي، بتبقى عامله زي المش كده او المارت، بس طعمها مختلف خالص. طبعا هنا انا هعملها زي بابا ما كان بيعملها بالظبط بالجبنه التركي. كان دايما يجيب العيش الفينو ويحطه كده بالشكل ده كده كده، يحطها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، ويحط عليها الجبنه التركي او الرومي بالشكل ده.
كده وتتاكل. وانا باكلها بسترجع الذكريات الحلوه بصراحه. الجبنه الرومي كمان بتديها اضافه حلوه وطعم مختلف. جربوا الكذبه وان شاء الله تعجبكم. مع سندوتش جبنه تركي بتبقى في منتهى الروعه، جميله جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي في التعليقات رايكم، وكمان لايك ومشاركه مع اصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.